بالنسبة لمراجعة الغرامات المالية، ردا على تساؤلكم والذي كان محل طرح العديد من النواب، أشير إلى أن مشروع القانون تضمن 4 درجات من المخالفات تم تخفيضها خلال دراسة المشروع مع لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية كما يلي. الدرجة الأولى من 4000 إلى 3000 دينار. نزيد نقول لكم أنا، اسمعوا لي مليح، والله أتحدث معكم بكل إخلاص وبكل صدق، قسما بالله ذرة نتاع أريير بونسي ما تخلق في راسي، ونهضر معكم مواطن، مانيش وزير لا داخلية لا نقل لا والو. شو نقول لكم؟ الناس، هذا السائق عطيته الأمثلة بالسائق الملتزم اللي 30 سنة وهو يسوق ودار مخالفة، هذا ما يتعاقبش، والقول والصيغة باش ما يتعاقبش في القانون. حنا الهدف نتاعنا الناس المتهورين، هذا اللي يدير لو كو دو باسون في لوطوروت، وهذا الانسان اللي يمشي 140 و180 و200 في لوطوروت، وهذا الانسان تحت المؤطرات وامور اخرى تعرفونها احسن مني. هادو هما الناس فيزي، حنا ما راناش نفيزيو في المواطن الصالح. المواطن الصالح نحميه انا قبل لا يحميه اي واحد. سي مون دوفوار، واجبي. هاد الناس هادو ما نعاقبوهمش وما نهضروش معاهم، او كونترير كما قلتوا، هاد الناس هادو نتوجوهم ونجازيوهم على الالتزام تاعهم وعلى الاخلاق تاعهم وعلى حسن الاداء تاعهم و انا نمشي في الطرح هذا، ما عنديش مشكل. وحتى السيد الرئيس لما تحدث عن القانون ما كانش يهدر المواطن هذا الملتزم والمواطن كذا، عمره ما هضر عليه. يهضر على الانسان اللي خارج طريق كما نقولوا بالعاميه. هذا اللي خارج طريق هما اللي راهم يتسبوا في الحوادث نتاع المرور. وانا حكيت واحد القصه خطره وقلت باللي باش لما كنت والي في وهران كنت رايح بالسياره نتاعي، السياره تاع الدوله مش تاعي، فحاوست ندوبلي ان بيس تويوتا هذا كواستر هذا، فحاولت ندوبليه ما قدرتش، زير ومن بعد المهم خلى لي الفت. اقسم بالله العلي العظيم ماشي دي باردان تريكود بو، ورجلو هذا بالشورت هزو حطو فوق طابلو دبور، والتليفون حطوه هنا راكده. انا دخت كيف يسوق، انا دخت الوضعيه ما تقدرش تسميها، ما تلقى لهاش تسمى. هذا فوق طابلو دبور، هذا مداير به هكذا، وهذا حاكم، ما تفهمش كاع واش عايل، ويمشي بسوقه قسما بالله. انا بسياره جديده والله ما قدرت ندوب لها يعني. وهذا لو كان تصوني عليه ولا حاجه يعاود يدوب ليك وينزل ويدير لك شونطاج كحل في الطريق. ولو كان تعود مع الاهل نتاعك مع زوجتك ينزل يهينك وامور اخرى. هاني نقول لكم انا كاع ولاد الشاب وعلى بالنا واش راه صاري. فانا نقول يعني انت هاد المخالفات هادو الناس الملتزمين ما كانش القوا لهم صيغه في القانون عفيهم. انا والله راني معاكم. عاقبوا الناس، عاقبوا الخارجون على القانون، القتله. بصح الانسان اللي مسكين تقدرت عليه وجات الله واش راه يدير له؟ ما يدير له والو هذا. فقلت الدرجه الثانيه من 6000 من 6000 رجعت 5000 دينار كذلك. والدرجه الثالثه من 9000 الى 8000. في هذه الحاله وجود فئه تتعلق بوزن الحموله، هذه تاع 9000 هي بالحموله، هذه تاع الحموله ثاني راه اشكاليه كبيره. هذه انا نمشي فيها الطرح هذا تاع الحموله، نمشي فيها. وكنت تحبوا تزيدوا زيدوا كما قال لكم الاخر، كما تاع المخدرات والمسكرات وما شابه ذلك. اذا 9000 8000 11000 9000 هذو دائما في نفس الاطار. والمخالفه من الدرجه الرابعه 15 من 15000 ل 13000. السيد الرئيس انا ما عندي حتى اعتراض، الناس اللي خاطيهم انا ما عندي حتى مشكل، ولكن انا نقول ما نفرغوش القانون من القوه نتاعو، خليو القوه نتاعو من اجل محاربه المخالفين واولئك الذين يمثلون خطر على المواطن في الطريق. هادو يحاربوا بكل ما اوتينا من قوه، بالقانون وخارج القانون. بالنسبه للمخالفات من الدرجه الرابعه وباعتبارها المتسبب الرئيسي، باسكو انا نقول لكم حاجه، كي نقول لكم بالقانون وخارج القانون، غدوه كنشوف هذا القانون هذا ما كافيش وندير واحد اخر نعاود نجيبو.
والله غير ندير قانون اخر نعاود نجيبوك نشوف هذا ما كافيش نورمال. بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة وباعتبارها المتسبب الرئيسي والمباشر في حوادث المرور، هذه المتسبب الرئيسي هذه زيدوا لها في حوادث المرور الجسمانية والمميتة، فقد حدد مبلغ الغرامة ب 12,000 دينار، وهذا حرصا منا، أكرر حرصا منا على حماية أرواح الأشخاص وتوعيتهم بدرجة خطورة الفعل، وليس معاقبتهم بمفهوم العقوبة. أنا هذا اللي يكون متعمد هذا فهموه باللي باش عقوبة، فهموه والله العظيم لازم يفهم باللي باش عقوبة لفعل غير إنساني مجرم. ولا راني غلط سيدي الرئيس؟